السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نحضر معكم اون طارت كريمه ديال الحامض كتجي رائعه ومنعشه في هاد الصيف. فانا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم وديال الاطفال ديالكم. تقدروا تحضروها وديوها معكم البحر اولا تحضروها للضيوف ديالكم، فحقيقه كتجي رائعه وناجحه 100%. والاهم من هذا انها ما فيهاش مكونات بزاف، فالمكونات اللي عندكم في المنزل تقدروا تحضروها. فما نطولش عليكم، ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير. ففي واحد القصريه غادي نحتاجو 300 غرام من الدقيق، غادي نضيف لهم واحد البيضه، وغادي نضيفو 100 غرام من الزبده تكون دار شحاره المطبخ. من بعد غادي نضيفو 80 غرام من السكر، والقياس ديال معلقه كبيره من القشور ديال الحامض اولا البرتقال. ومن بعد غادي نضيفو رشه ملح، وغادي نضيفو 8 غرام من خميره الحلويات. من بعد غادي نخلطو الكل جيدا حتى غادي يذوب لينا السكر مع باقي المكونات، ونحصلوا على واحد القوام اللي كيكون متجانس. ما كنضيفوا لا زيت لا ماء لا والو، غير بديك الزبده كتجمع لينا العجين كما كتلاحظوا. من بعد غادي ناخذ واحد الجزء الصغير وكنوضعوه في واحد البلاستيك غذائي ونوضعوه في الثلاجه. وهذا الجزء المتبقي غادي ناخذ واحد الطاوه ديال الفرن، من بعد ما غادي نكونوا دهنينها بشويه ديال الزيت ورشينها بالدقيق ومفرشين فيها ورق الطبخ. ومن بعد كنبقاو كنثبتوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنحاولوا نسرحوها في المول كامل. صافي من بعد ما كنقادوها كناخذ واحد السكين وكنبقاو كنقادو الحواف ديالها بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد ما كنتهيو كندخلوها للثلاجه. وفي هذه الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا الكريم ديالنا اللي غادي يحتاجو جوج ديال البيضات. غادي يحتاجو كذلك 2 معالق كبار من النشا، وغادي نضيفو 3 ديال المعالق كبار من السكر سنيده. ومن بعد غادي نخلطوا الكل جيدا حتى كنحصلوا على واحد القوام كريمي. ومن بعد غادي نضيفو الحليب. هنا عندي 500 ملل من الحليب اللي كنضيفوه بشكل تدريجي على شكل دفعات. كنبقاو نضيفو حنا كنخلطوا الكريمه ديالنا. من بعد غادي نوضعوها على النار اللي كتكون متوسطه حتى كيغلى لينا الخلط وكيصبح القوام ديالو عاقد. وفي الاخر غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الزبده تكون مملوءه. من بعد كنحاولوا ان نذوبوا داك الزبده في هذا الخليط هذا. ومن بعد غادي نضيفوا القياس ديال 60 ملل ولا 70 ملل من عصير ديال الحامض اللي كنضيفو ايضا على شكل دفعات، وكنبقاو كنخلطوا الخليط ديالنا. من بعد كنخرجوا هذا المول ديالنا من الثلاجه وكنفرغوا مباشره فيه هذه الكريمه هذه. كتجي لذيذه وكتجي واحد النكهه ديال الحامض منعشه. صافي من بعد كنبقاو كنوزعوا الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا بشكل متساوي، وكناخذوا الكويره ديال العجين بعد ما دخلنا الكونجيلاتور وجمدت لينا. كناخذ واحد الحكاكه وكنبقاو كنحكوا هذا العجين هذه بهذه الطريقه هذه حتى كنغطيو السطح ديالها. والتزيين كنحتاجوا رقائق اللوز عفوا اولا رقائق الكاوكاو اللي عندكم في المنزل، وكنحاول اننا نغطيو السطح ديالها بهذه الطريقه. تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم في المنزل. وغادي نضيفوا ايضا القليل من السكر باش هكا كيعطينا داك الشكل اللي كيكون كراميليزم من الفوق، كيجي اللون ديالها مذهب. كندخلوها الفرن لمده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه حتى كنشوفها طابت لينا وتحمرت من الفوق ومن التحت. وكنزينوها بشويه ديال السكر كلاصي. فهاد الطريقه هذه الطريقه المعتمده عندي، كتجي رائعه وكيجي الشكل ديالها زوين. صافي من بعد كنقدموها بالصحه والراحه. غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي رائعه البنات، وكتجي واحد النكهه ديال الحامض فيها مع اللوز كتجي خطيره. انا متاكده غادي تحمر لكم وجهكم غير وجدوها. فمن التجربه الاولى ديالكم غادي ننجح معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي معلكه من الداخل. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم الفيديو كما العاده ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.